اهلا. ربما المشكل الكبير اللي كاين حاليا بالنسبه لمباراه التمون بين المغرب وبلجيكا تعلقش بالاستعدادات او بالحظوظ او بقدر ما الاشكال الحقيقي اللي مطروح حاليا، وهو تذاكر المباراه. ربما انا شخصيا قبل مباراه كندا دخلت على الموقع ديال الفيفا وحاولت اني ناخذ التذاكر ديال المباراتين، يعني سواء المغرب جا اول او جا ثاني، يعني المهم الواحد هو يضمن تذكيره ويدخل حتى المباراه الاخرى. لما لا؟ الاشكال هو انه قبل مباراه كندا كان الموقع تاعك تقول لك بانه لا توجد اي تذاكر. الان بعد مباراه تمون اعتقدنا بانه رحيل اقصاء كندا واقصاء بلجيكا غادي يخلي بانه الجمهور ديال هاد البلدين هادو انه غادي يرجع ليبيا المنصه ديال الفيفا، وبالتالي تكون متاحه. تنوجدوا بانه الى غايه اليوم، وحنا اليوم السبت، يعني أنا بعد حوالي 3 أيام من المباراة أو أقل، ليس في موقع الفيفا أي تذكرة. يعني أنا شخصيا بقيت سهر في الليل البارح حتى 5 الصباح وأنا تندير محاولات في الموقع ديال الفيفا، لا يعطي أي شيء. نقول في أي لحظة يقدر أنه يوضع تذاكر. الإشكال فين كاين؟ على حساب ما شفت هنا عند الإخوان، سواء بما فيهم حتى الناس اللي مقيمين هنا وعارفين بعض الاشياء، هو انه الاشكال هو انه اذا كانت البعض خدا مباراه تمون ما كاينش مشكل، خداها منذ البدايه. الاشكال هو انه بعض المقيمين هنا هنود باكستانيين اللي تعرفوا يتعاملوا مع الوسائل المعلوماتيه بشكل كبير، انهم اقتنوا تذاكر بشكل كبير ديال مباريات تمون والربع. وانا حاولت ناخذ ديال الربع البارح، قلت ان لا نضمن الربع ان شاء الله يتاهل المغرب، رغم ذلك ما كايناش ديال الربع، ما كايناش. يعني الربع اللي مازال ما عارفينش شكون اللي يتاهل ليه، ما كاينش التذاكر ديالو. اذا هاد الناس هادو اقتناو التذاكر ديال دور التمون وحتى الادوار الاخرى بشكل كبير، بشكل مكثف، لان عندهم طرق خاصه بهم، هما معروفين الهنود وبعض الدول الاخرى، حتى بعض الدول العربيه كما قال لي واحد الاخ هنا في قطر، بعض الجاليه التابعه لبعض الجاليه العربيه هنا معروفه بهذه العمليات هذو اللي تيخليو انهم يحتكروا وانهم يجمعوا التذاكر ويبيعوها في السوق السوداء. صحيح انه الفيفا ربما حاربت هذا الامر هذا من خلال وضع منصه لاعاده بيع التذاكر التي تم ارجاعها، لكن هناك طرق اخرى ولو انه يتم تتبعها في بعض الطرق من خلال عدم السماح باعلان بيع بعض التذاكر. لكن الامور غاديه بهذا الاطار هذه، وغاديه بانه اللي تيتباعوا بواحد الشكل يعني ابتداء ب 500 دولار. والاشكال ولو هذيك ديال 500 دولار ما كايناش، ما موجوداش، يعني ما تعرفش الطريق فين تمشي لها. هنا لا احد، كل شيء ما تعرف حتى حاجه. السفاره ديال المغرب تيقول لك بانه ما تعرفش شي حاجه على هاد التذاكر هادو عن طريق واحد الشخص اللي اتصل بهم المقيم هنا. ثم ايضا الجامعه المغربيه بطبيعه الحال ما عندهاش علاقه، وهذا طبيعي جدا، ما عندهاش علاقه بهادشي ديال الليبيين. ثم انه لا احد هنا من المنظمين في قطر تيهضر على هذا الجانب هذا، امر مسكوت عليه. الناس تنتظر ربما مغاربه اللي غادي يجيو من المغرب، واش عندهم تذاكر مسبقه ولا ما عندهمش، غادي يجيو هنا يسبوا هذا الواقع الكارثي الا لا تم حل هذا الاشكال هذا. هنا في قطر اعلاميين، افراد، جمهور، مختلف الحساسيات، مختلف التوجهات ومختلف المهن، كلهم كاين هنا تيقول لك بانه ما عندوش تذكره ديال المباراه. ربما هذا واقع غريب جدا، انه ليبيا ما كاينش قبل من المباراه الثالثه ديال المجموعه السادسه، ما كاينش دور التمون، وتقول لكم بانه ما كاينش حتى ديال دور الربع. حاليا هذا هو النقاش الكبير اللي كاين في الدوحه بين المغاربه، كل شيء يتحدث عن هذا الامر هذا، وكل شيء يقلب على التذكره باي شكل من الاشكال. وشخصيا فاجئني واحد صديق من المغرب معيط ليا، قال لي واش انت في الدوحه؟ قلت له ايه. قال لي واعرفك شوف لي واحد التذكره الاخ ديالي. قلت له انا براسي ما عنديش، انا براسي نقلب على هذيك التذكره، وندمت انني ما قطعتش وراقي كاملين منذ البدايه، لانه انا مسبقا اول ما قلت انا شهر، وكان المفروض انني نقتنع ما نتحاش بانه غادي تكون هاد الفوضى اللي وقعت ديال التذاكر. غريب جدا. انا كنت في روسيا، شفت بانه التذاكر كانت موجوده، كانت متاحه بشكل كبير جدا، حتى المباراه ديال الدور الاول حتى المباراه الدور الثاني كانت متاحه جدا. هنا هذا الاشكال هو حديث المغاربه منذ الامس، ونتمنى انه تصاب ليه شي حل، لانه لما كان شي حل ربما يا اما ملاعب تكون فارغه بعض الشيء بحكم انه اصحاب التذاكر ربما ما باعوهاش،
ثم ايضا هناك بعض الشركات اللي ربما محتضنين خداو تذاكر كثار، ولكن ربما ما تيجوش الناس وما تيفرقوهاش على الناس وما تيعاودوش يبيعوها. اذا تنتمنى يتحل هذا المشكل هذا باي جهه رسميه في المغرب باي شكل من الاشكال. هناك شخص مكلف ما بين الجامعه وما بين الفيفا مجال الماركتينغ، وبالتالي ربما يكون عنده المعلومات في هذا الجانب هذا، لكن حاليا لا معلومه في هذا الجانب هذا. الكل واقف وكل حبس انفاس ديالو هنا، كيف يعقل انه الواحد يكون في قطر وما يتبعش المباراه وما يشجعش المنتخب ديالو. الى ذلك نتمنى يتحل المشكل. تحياتي لكم.